تعتبر رائحة الفم الكريهة هي تالت أكبر مشكلة بتواجه الناس بعد تسوس الأسنان والتهاب اللثة. وكمان اتعمل دراسات من جمعية طب الأسنان الأمريكية إن 50% من الشباب البالغين بيعانوا من رائحة الفم الكريهة خلال فترة معينة من حياتهم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم عن رائحة الفم الكريهة. في الفيديو ده هنتكلم عن 3 حاجات. رقم 1، ازاي اعرف ان عندي رائحة فم كريهة. رقم 2، ايه هي اسباب رائحة الفم الكريهة. رقم 3، طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة. النقطة رقم 1 في الفيديو، ازاي تعرف ان انت عندك رائحة فم كريهة. في النقطة دي عندنا حاجتين، هما دول اللي من خلالهم هتعرف ان انت عندك رائحة فم كريهة ولا لا. النقطة رقم 1 اللي هي ما فيهاش احراج، وهي اللي انت بتمسك اللي هي المعصم بتاعك وتبدأ تلحس بلسانك بطرف لسانك على الحتة دي وتسيبها من 5 ل 10 ثواني، وبعد كده تبدأ تشم. الطريقة دي هي طريقة معينة عشان تعرف هل عندك رائحة فم كريهة ولا لا، بس الطريقة دي ما بتكونش فعالة بالشكل اللي انت متخيل. لكن الطريقة التانية وهي ان انت بتروح لحد يكون عزيز عليك، يعني حد من اهلك او حد من صحابك، بس لازم يكون درجة قوية جدا من صحابك، وتروح له في نص اليوم وتبدأ تفتح بقك وتتنفس من بقك، اللي انت تطلع نفسك وهو يشم ويقول لك ساعتها الصراحه. وبرده ان الطريقه دي من خلالها هتبقى عارف هل انت عندك رائحه فم كريهه ولا ما عندكش. بس طبعا النقطه اللي انا بتكلم فيها وهي رائحه الفم المزمنه، يعني انت بتكون عندك رائحه فم على مدار اليوم كامل. يعني مثلا ما تجيش اول ما تصحى من النوم وتروح لصاحبك تقول له شم كده ريحه بقي كويسه ولا لا، ما طبيعي هيكون ريحه بقك وحشه، لان فتره الليل بيكون افراز اللعاب قليل، ولما بيكون افراز اللعاب قليل بتكون تاثير البكتيريا اخطر، ولما تأثير البكتيريا بيزيد هو ده ساعتها اللي بيعمل رائحة الفم الكريهة. وبرضه ما تروحش لواحد صاحبك وانت واكل توم او واكل بصل وتقول له شم انا عندي ريحة بق حلوة ولا وحشة، فساعتها اكيد هيكون برضه عندك ريحة بق وحشة. فاحنا بنتكلم عن رائحة الفم المزمنة، يعني انت في نص اليوم بتكون مثلا واكل اي حاجات خفيفة، واكل اي حاجة عادية، وان هي ما بتكونش عاملة ريحة بق وحشة، وبتفتح بقك بتشم ان انت عندك ريحه بق وحشه. ولما تشمم حد عزيز عليك زي اهلك او حد من صحابك بيقول لك ان في ريحه بق وحشه، ساعتها هي دي اللي هي ليها اسباب وليها طرق علاج. والنقطه الثانيه من الفيديو وهي نقطه ايه هي اسباب رائحه الفم الكريهه. واسباب رائحه الفم الكريهه بتنقسم لجزئين، جزء بيكون خارج الاسنان وجزء بيكون داخل الاسنان. والجزء الخارج الأسنان وده يعتبر جزء بيشمل 8% من أسباب رائحة فم الكريهة. زي مثلا عندك مشاكل في الجيوب الأنفية، ودي بتبقى حلها عند اللي هو الدكتور بتاع الأنف والأذن والحنجرة. وفي مشاكل عند المعدة أو الجهاز الهضمي، ودي علاجه عند دكتور بتاع البطنة. وفي اللي عندك الجهاز التنفسي بيبقى عندك فيه مشكلة. وممكن بقى لو عندك أمراض في أمراض السكر برضو بتعمل رائحة فم كريهة. فلو أنت عايز تعالج رائحة الفم الكريهة بتروح للدكتور بتاع اللي بيعالجك في السكر ويظبط لك السكر، وساعتها رائحة الفم الكريهة تروح. وفي ممكن لو واحد عنده مثلا أمراض الفشل الكلوي وممكن أمراض الكبد. وكمان برضو ممكن يكون عوامل نفسية، يعني أنت حاسس من جواك إن هي في رائحة فم كريهة بس هو ما بيكونش عندك رائحة فم كريهة، يعني بيكون رائحة فم كريهة وهمية. الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها مع كترها وعواملها الكتير برضو ما بتاخدش كمية كبيرة من أسباب رائحة الفم الكريهة. والسبب الأساسي في تكوين رائحة الفم الكريهة وهو السبب الأساسي اللي بينتج عنه أي حاجة فيها رائحة فم كريهة، وهي البكتيريا. البكتيريا دي بتكون بكتيريا ذكية، بتكون بكتيريا انتهازية كمان. البكتيريا دي بتنتظر أي ضعف في المناعة أو أي ضعف في بق الإنسان أو أي عدم اهتمام بنظافة الأسنان، تبدأ ساعتها تنتهز الفرصة وتعمل لك أمراض كتيرة من ضمنها رائحة الفم الكريهة. طب إيه بقى الحاجات اللي في الأسنان اللي بتخلي البكتيريا كده تشتغل وتسبب رائحة فم كريهة؟ هما 9 حاجات، ركز معايا فيهم جدا. رقم 1 وهو جير الأسنان. جير الأسنان أنا اتكلمت عنه في فيديو كبير جدا وهسيبه لك تحت في الديسكريبشن تتفرج عليه عشان تفهم كل حاجة في جير الأسنان وإزاي تتخلص من جير الأسنان وإزاي تعالجه وكل حاجة، سيبه لك تحت تتفرج عليه. برضه هديك يعني نقط صغيرة برضه ملخص الفيديو كله دلوقتي. جير الأسنان ده يعتبر هو بيت للبكتيريا، بيت بيحارب بيه زي قلعة وحصن للبكتيريا، بيكون عاملة جيش كبير وموجودة في سطح الأسنان، بتمنع دخول اللعاب، تمنع دخول المعجون الأسنان والفلورايد والكالسيوم والفوسفات إن هم يخشوا جوه ويقتلوا البكتيريا ويعملوا ترميم للأسنان. فهي تعتبر عاملة جيش ليها وعاملة حصن تمنع فيه
اي تدخلات من بره. من الاسباب اللي بيكون جير الاسنان وهي عدم اهتمامك بنظافه اسنانك. يعني مش بتغسل سنانك الصبح وبالليل، يعني مش بتستخدم المضمضه، يعني مش بتستخدم الدنتال فلوس بعد كل وجبه، يعني ما بتستخدمش المضمضه اللي هي بالميه بعد الوجبه اللي انت بتاكلها عشان تشيل بواقي الاكل مع الدنتال فلوس. الحاجات دي كلها ما بتستخدمهاش. والنوع ده من الجير ما بيتشالش بفرشة الأسنان والمعجون الأسنان، وبتضطر تروح لدكتور الأسنان عشان يشيل لك جير الأسنان بجهاز اسمه الالتراسونيك سكيلر. فهو ما بيتشالش في البيت بمعجون أسنان وفرشة أسنان عادية، لا، لازم تروح لدكتور الأسنان عشان يستخدم لك الجهاز ده عشان يبدأ يشيل الطبقة الخارجية اللي موجودة على سطح الأسنان وهي طبقة الجير. النقطة رقم 1، جير الأسنان بسبب رائحة فم الكريهة. عشان تعالجه لازم تروح لدكتور الأسنان عشان يعمل لك تنظيف جير وتلميع ويرجع لك اسنانك كده بتبرق وبتلمع وبتبقى نظيفه من اول وجديد. فلازم تروح لدكتور اسنان عشان يشيلها لك. ما بتتشالش في البيت وما بتعملش خلطات عشان تشيل جير الاسنان. وفكك من اي حد يقول لك في خلطات كتير عشان تشيل جير الاسنان والجو ده، الموضوع ده مش موجود. جير الاسنان ما بيتشالش غير بطريقه واحده وهو باستخدام الالتراسونيك سكيلر. رقم 2، ما بتستخدمش الدنتال فلوس او بتمضمض بقك بالميه بعد الاكل. والحركه دي بتخلي ان في بواقي اكل يكون ما بين الاسنان وبعضيها، والاكل اللي بيكون ما بين الاسنان وبعضيها بيعمل لك رائحه فم كريهه، وكمان بيعمل لك التهاب لثه وبيخش في مرحله الجيوب اللثويه. وغير كده بيعمل لك تسوس كلاس 2، والتسوس ده بيعتبر مضر جدا جدا لانه بيكون قريب جدا من العصب. الافضل ان انت بعد كل وجبه تستخدم الدنتال فلوس او تمضمض بقك بميه على الاقل. رقم 3 وهو تسوس الاسنان. تسوس الاسنان ليه عوامل كتيره جدا، بس من اهمهم ان هو عدم نظافه الاسنان. وساعتها لما انت بتبقى في عندك تسوس الاسنان بتخلي البكتيريا تقوم بدورها بشكل اقوى. فحل تسوس الاسنان بكل بساطه ان انت تروح لدكتور الاسنان يشيل لك التسوس الاسنان ويحط لك مكانه حشوه، وتبدا اسنانك الجديده وتبدا تهتم بيها وبنظافتها وتمنع تسوس الاسنان وتمنع رائحه الفم الكريهه. رقم 4، خراج الاسنان. بدات انت تطنش تسوس الاسنان اللي هي اللي موجوده على سطح الطبقه الخارجيه، فبدا ياكل البكتيريا والتسوس ياكل في الطبقه الخارجيه اللي هي طبقه المينا، وخلص الطبقه الخارجيه اللي هي طبقه المينا ودخل في طبقه العاج وياكل فيها براحته. خلص طبقه العاج دخل في العصب وبدا يموت العصب، وبدا العصب يكون متعفن. خلص هو بقى ما سكتش على كده، بدا انت تحس بالم شديد جدا اللي هو الم العصب، وبدا الالم يقل تدريجيا لحد ما انت تفتكر خلاص كده ان هو ما بقاش فيه الم. لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان هو العصب خلاص اللي عندك مات، فبقاش عندك احساس بالسنه دي. بدات البكتيريا والتسوس ينزلوا تاني بعمق اكتر لحد ما وصلوا لحد عدوا الجدر بتاع السنه، وبداوا يعملوا كيس، والكيس ده بيبقى فيه خراج، والخراج ده بيكون ريحته وحشه جدا جدا جدا. وده كله بدا من ايه؟ من تسوس على طبقه المينا، تسوس صغير. بس دلوقتي بقت ايه الحل بتاعه؟ ان انت كل الحل بتاعه عشان تشيل الخراج وتشيل رائحه الفم الكريهه ان انت تشيل الخراج بتاعك عند دكتور الاسنان، ويبدا بعد ما يشيل الخراج يعمل لك حشو عصب ويقفل لك الحشو العصب، ويبقى كده خلاص. يبقى كده يكون عالج لك السنه بتاعتك بحشو العصب ومنع عندك رائحه الفم الكريهه. النقطه رقم 5 وهي التركيبات والتقويم الاسنان. التركيبات، احنا عندنا 3 انواع من التركيبات: زراعه الاسنان والتركيبات الدايمه والتركيبات الثابته. زراعه الاسنان ما عندناش فيها مشكله. التركيبات بقى، انت لما بتيجي تعمل تركيب يعني بتعوض مكان سنه. تعويض مكان سنه يعني انت عندك سنتين بتبني عليهم كوبري، فالسنتين دول بتعوضهم بسنه في النص، بس ما السنه دي ملهاش جدر، فالسنه دي بيكون فيها فراغ ما بين السنه وما بين اللثه. المنطقه دي ما بتتنضفش بفرشه الاسنان، لو ما نضفتهاش مخصوص بحاجه اسمها انتر دنتال براش، المنطقه دي هيبدا يتجمع فيها بكتيريا واكل وتعمل لك رائحه فم كريهه، وطبعا ليها اعراض كتيره سيئه على المدى البعيد. فلازم المنطقه دي تبقى مخلي بالك بيها ان انت تنضفها على طول بالانتر دنتال براش. وبرده تقويم الاسنان فعال جدا وليه مميزات كتيره جدا، وطبعا كله عارف المميزات بتاعتها، وبيظبط الاسنان وبيظبط الفك وبيعمل لك كل حاجه. بس تقويم الاسنان ده مع فعاليته وقوته محتاج جنبه اهتمام مضاعف. يعني انت لو ما اهتمتش بنظافه الاسنان اضعاف مضاعفه على الشكل الطبيعي، هيبدا ساعتها بعد ما تشيل تقويم الاسنان تلاقي تسوس اسنان ورائحه فم كريهه والتهاب لثه وجير اسنان والدنيا بايظه عندك. فلازم وانت مركب تقويم او تركيب يكون عندك رعايه خاصه باسنانك. ورقم 6 من اسباب رائحه الفم الكريهه وهو ضرس العقل. ضرس العقل لما بيتكون في الفك ما بيكونش عندنا مكان ليه. وضرس العقل للناس اللي ما تعرفش، هو ضرس العقل سمي بضرس العقل ان هو بيتكون في فتره البلوغ اللي هي فتره من 18 لحد 24 سنه، الفتره اللي يكون بيها النضج يعني والعقل والحاجات الحلوه دي. فالفتره دي بيبدا يتكون ضرس العقل. فضرس العقل لما بيتكون في الفك بتاعنا كاسنان ما بقاش ليه مكان،
فبيطلع بشكل غريب وبيطلع بشكل بيضر الاسنان. فمن ضمن الاشكال اللي بتعمل رائحه فم كريهه وهو الشكل اللي بيطلع بشكل عرضي. فلما بيطلع بشكل عرضي بيبدا ياخد حته من اللثه من فوق ونص الضرس بيبان. فساعتها مع الفراغ اللي ما بين اللثه وما بين السنه بيبقى فيه فراغ صغير. الفراغ ده بيتجمع فيه اكل وبيتجمع فيه بكتيريا وبيعملوا رائحه فم كريهه. فالاحسن ليك ان انت بتتجه لدكتور الاسنان تنظف المكان بتاع اللي اتجمع فيه بكتيريا واتجمع فيه اكل، وساعتها تشيل السنه او تشوف الدكتور هيشخصك ازاي. رقم 7 وهو جفاف الفم ونقص اللعاب. اللعاب ليه اهميات كتيره جدا وليه وظائف كتيره جدا. فمن وظيفه اللعاب ان هو فيه وظائف مفيده للاسنان وفيه وظائف مفيده اصلا للمعده. ان وظيفه الاسنان ان اللعاب ده بيتكون من عناصر مهمه جدا ومن اهمهم الكالسيوم والفوسفات، ودول مهمين جدا لترميم الاسنان واللي في نفس الوقت يعملوا صحه ونظافه للفم كله بشكل عام. وكمان فايدة اللعاب ان هو بيقتل البكتيريا الضارة اللي هي من دورها يسبب مشاكل في فم الانسان. وايه طيب وظيفة اللعاب في الهضم؟ اللعاب ده بيحتوي على انزيم اسمه الاميليز، والاميليز ده بدوره ان هو بينزل المعدة يكسر النشويات وبيساعد على عملية الهضم. فهو مفيد للاسنان وكمان مفيد لايه؟ للهضم. ورقم 8 وهو عدم تنظيف اللسان. واللسان ده يعتبر اللي هو الوطن والمنطقة اللي بيتجمع فيها كل البكتيريا كده، وهي دي اللي بتسبب بقى رائحة الفم الكريهة وأمراض كتيرة جدا. لازم دايما ان انت تنظف لسانك باستخدام فرشة الاسنان بعد ما تغسل اسنانك. طبعا بتستخدم وش فرشة الاسنان وتبدا تنظف لسانك او باستخدام المضمضة. ولازم طبعا ما تنساش النقطة المهمة ان انت تبدا ترفع بقك فوق وتبدا تعمل الغرغرة. الغرغرة دي بتنظف الظهر او اللي هو المنطقة الخلفية بتاعة اللسان، ودي المنطقة مهمة جدا وما بتتنضفش تلقائيا زي الجزء الامامي بتاع اللسان. الجزء الامامي لو انت شفته هتلاقيه بيتنضف تلقائي، لكن الجزء الخلفي والجزء ده ما بيتنضفش تلقائي. مهم جدا ان انت تنضفه. فعشان تشيل رائحه الفم الكريهه بسبب اللسان ان انت تنضف اللسان بفرشه الاسنان او بالمضمضه، وبالمضمضه خصوصا الغرغره. رقم 9 وهي التدخين. التدخين ده بيدمر كل حاجه حرفيا، ده بيعمل كل حاجه ما حصلتش. واحد بيقلل لك افراز اللعاب، رقم 2 بيعمل لك التهاب لثه ونزيف لثه، رقم 3 بيعمل تسوس للاسنان، رقم 4 بيعمل لك تصبغات، رقم 5 بيعمل لك رائحه فم كريهه وامراض غير كده غير بعيدا عن الاسنان. فعشان تمنع رائحه الفم الكريهه اللي جايه من التدخين ان انت هحاول على قد ما تقدر ان انت تبطل التدخين عشان تتجنب كل الامراض وكل الحاجات اللي جايه من قبل التدخين، وربنا يحفظنا ويحفظكم من كل شر. والنقطه رقم 3 والاخيره في الفيديو وهي طرق علاج رائحه الفم الكريهه. والحاجه اللي هي البسيطه جدا ان انت شوف السبب بتاعك اللي انت بتعمله من الحاجات اللي احنا قلناها وحاول تبطله وحاول تمنعه. يعني كان سبب التدخين، قلل التدخين وشوف هل عندك رائحه فم كريهه ولا لا. عندك خراج، شيل الخراج وحلبه وهشوف لو عندك رائحه فم كريهه ولا لا. عندك تسوس، شيل التسوس شوف عندك رائحه فم كريهه ولا لا. عندك جير، شيل الجير وشوف عندك رائحه فم كريهه ولا لا. مش بتنظف لسانك، نظف لسانك وشوف هل عندك رائحه فم كريهه ولا لا. لكن غير كده هقول لك على 6 نقط. رقم 1 ان انت لازم تروح لدكتور الاسنان مره كل 6 شهور. ليه؟ عشان حاجتين. رقم 1 ان انت تعمل تنظيف جير وتعمل تلميع لاسنانك وترجع اسنانك زي بيضه زي ما كانت. وخلي بالك التنظيف والتلميع ما بيكلفوش غير 300 350 جنيه. في اي عياده ممكن يعمل لك تنظيف وتلميع للاسنان ويكشف لك على اسنانك كلها. كل الموضوع هيكلفك 400 جنيه بس، 400 جنيه كل 6 شهور. فبالنسبه لك يعتبر استثمار بس على المدى البعيد. ورقم 2 عشان تكشف على اسنانك بشكل عام. ورقم 2 بتغسل سنانك مرتين يوميا، كل مره مش اقل من دقيقتين، مره الصبح ومره بالليل، ومره بتاعه بالليل بتكون اهم. ولازم تستخدم فرشه سنان ناعمه ومعجون اسنان فيه فلورايد. وحاول تغسل اسنانك بالطريقه الصحيحه، ان انت تغسل سنانك ب 45 درجه او دوريات، ما تغسلش كده عشان ما تعملش تجريح للاسنان وتعمل تسوس اللي هو التسوس معروف بكلاس 5. تستخدم المضمضة مرتين يوميا، كل مرة مش أقل من 30 ثانية، مرة الصبح برضه ومرة بالليل. ولازم تستخدم الدنتال فلوس عشان تشيل الأكل اللي ما بين الأسنان وبعضيها. ورقم 3 ما تنساش إن أنت تغسل اللسان بالفرش الأسنان أو بالمضمضة، وخصوصا في الحركة بتاعت المضمضة إن أنت تعمل يمين شمال فوق تحت، وبرضه ترفع رقبتك وتعمل غرغرة عشان تنظف الجزء الخلفي بتاع اللسان. رقم 4 لو مركب تركيبات او مركب تقويم لازم تستخدم الانتردنتال بروش عشان تنظف المكان بتاع التركيبات او المكان بتاع التقويم عشان تمنع تسوس الاسنان وفي نفس الوقت تمنع رائحة الفم الكريهة وتجمع البكتيريا في المنطقة دي. رقم 5 اشرب ميه كتير عشان صحة الفم وتزود اللعاب وجسمك كله يبقى كده فيه ريفريش
كل خضروات وحاجات في فواكه كتير، عشان برضو السكريات واللي هي السكريات الصحيه دي اللي تفيد جسمك وتفيد مخك وتفيد كل حاجه في جسمك. وبرضو حاول تمنع عن السكريات والاحماض اللي هي بتبوظ الاسنان زي الشوكولاتات والايس كريم ومشروبات الطاقه والمشروبات الغازيه. حاول تبعد عن الحاجات دي كلها، عشان السكريات فيها بتكون بكميات كبيره، والاحماض اللي فيها بتبدا تضر الاسنان وبتخلي البكتيريا دورها بيكون اقوى بشكل كبير. رقم 6 والاخير، حاول تاكل لبان من غير سكر، لان اللبان من غير سكر ليه فايدتين. رقم 1 ان هو بيزود افراز اللعاب، وده من دوره ان هو بيزود صحة الاسنان وبينشر وبينعنش كده الاسنان. ورقم 2 ان هو بيمنع رائحة الفم الكريهة وبيزود ثقتك في نفسك كده وبتخليك حاسس ان انت عندك انتعاش كده. بس اهم حاجة يكون من غير سكر. لو بعد كل ده وما حسيتش ان في تغيير، ما تترددش ان انت تروح لدكتور الباطنه عشان يبدا يشخصك ويشوف سبب رائحه الفم الكريهه. ولو كان السبب ما كانش عند دكتور الباطنه، دكتور الباطنه على طول هيوجهك للدكتور اللي هو يكون مخصص لحالتك، يشخصك ويعالجك ويشيل لك رائحه الفم الكريهه. بس كده وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو في حاجه عايز تسال عنها اكتب لي في الكومنتات تحت وان شاء الله ارد عليك على طول. واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وربنا يبعد عننا وعنكم المرض. والسلام عليكم.